السلام عليكم. دلوقتي فيديو جديد النهارده. طبعا يا جماعه انا طالع في الفيديو مخصوص عشان اعرفكم ايه اللي هيدور في الفتره الجايه، وايه الاحداث اللي هتتم بمعنى صح، وايه اللي هيدور مع الدجال ولا الساحر دوت. تمام. انا طالع دلوقتي اوجه لكم ايه اللي هيحصل بالتفاصيل في الفتره الجايه ان شاء الله. تمام. اول حاجه كده قبل ما نبدا، اتمنى منكم ان انتوا تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونخش في الموضوع. طبعا يا جماعه احنا في المره اللي فاتت ديت اللي هي بتاعه الكنز. اول حاجه احنا قلنا مثلا طالما خريطه ممكن نكون ناسيها كلام من ده، واحنا مثلا ايه يعني نروح ونشوف ايه الكنز دوت، لقينا في حاجه مثلا حاجه يعني قيمه كبيره ولا كلام من ده، نقدر ان احنا مثلا ايه نجيب بقى هدايا كلام من ده للناس عشان نوزعها عليكم. لان كنت قايل الكلام دوت في الفتره اللي فاتت، في الفيديوهات اللي فاتت كتير كنت قايل في الكلام دوت اللي احنا نجيب هدايا ونوزعها على الناس. تمام. فاحنا رحنا على الاساس ده، اتاري هو اللي كان عامل علينا لعبه عشان نروح له هناك. بس لو انتوا خدتوا بالكم في الفيديو اللي فات دوت على طول بتاع الكنز، ان هو قال مش هسيب لكم الخريطه الحقيقيه، مش هسيب لكم الخريطه الحقيقيه، وانا مثلا اهبل عشان اسيب لكم الخريطه الحقيقيه؟ هو قال كده فشككنا في يعني شكينا فيه، يعني كده في خريطه حقيقيه، بمعنى كلامه اللي هو في خريطه حقيقيه دوت ايه معروفه. تمام. فين بقى الخريطه الحقيقيه؟ الخريطه الحقيقيه المفروض اللي احنا لقيناها في جيب عبد الله، وانا هسيبها لكم مفاجأة في الفيديو الجاي. الخريطة عشان اوريها لكم في الفيديو الجاي، عشان ما اظهرهاش هنا واحرق المفاجأة بتاعت الفيديو الجاي ولا حاجة، او نحرق الاحداث. لا احنا ايه نبقى ماشيين مع بعض كده. بس الخريطة الحقيقية متوهانا جامد جامد جامد، ما يعني المكان اللي هي فيه احنا مش عارفين نوصل له، وعمالين بقالنا يومين اهوت عمالين بنلف على المكان بتاعها، احنا مش لاقيينه خالص، مش عارفين نشوفه هو فين مكانه فين الكلام ده، احنا مش عارفين نوصل له نهائي. فاحنا عمالين بنلف عليه، واول ما نلاقيه اكيد هنبدأ كاميرا وهنفتح وعشان نشارككم معانا الاحداث لحظة بلحظة. كل اللي احنا بنعمله بنشارككم معانا لحظة بلحظة عشان احنا معودينكم على كده. تمام. تمام. دلوقتي انا بشكر كل الناس اللي واقفة في ظهري الفترة اللي فاتت ديت، بحبكم من كل قلبي. وهتلاقي التعليق كلها ظهر بتاعت الناس كلها اللي هي واقفة جنبنا في الفترة اللي فاتت ديت، اقسم بالله انا بحبكم. والفيديو اللي هو بتاع الكنز دوت وقع خالص يا جماعة، واقع لايكات واقع مشاهدات واقع كل حاجة، واليوتيوب ممكن يحذفه. فأتمنى لو انت أول مرة تشوف الفيديو دوت ارجع للفيديو اللي قبله واتفرج عليه وحط لايك وشوف اللي قبله واللي قبله واللي قبله عشان تفهم احنا بنتكلم عن ايه. تمام. وانت لو انت جديد دلوقتي وبتتفرج على الفيديو انزل اعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان تشارك معانا الأحداث الجاية أول بأول، وتبقى انت ايه من المتابعين بتوعنا الدايمين إن شاء الله. تمام. دلوقتي انا كان في تعليق اتطلب مني اللي انا اعمله، وحد من الجمهور طلب مني على الفيديو اللي انا كنت عملته انا والتمارين بتاعت عادل لما هو خد 10 اكياس ميه. المفروض اللي هو طلب مني، والنبي يا فوكس هوريكم التعليق دلوقتي زي ما ظهر قدامكم على الشاشه، بس انا هجيبه من هنا عشان ايه اوريهولكم. اه اهو هو ظهر قدامكم على الشاشة. ممكن بعد اذنك يا فوكس تعرفني طريقة تدريبات السكس باكس بالطريقة الصح؟ معلش تكون برضو طريقة سريعة ارجوك، وعامل عليها قلوب. بحبك من كل قلبي اللي انت كاتب التعليق دوت، وانا من عين الاتنين عشان ما اقدرش ان انا اتاخر عليكم في اي حاجة. وانت صاحب التعليق واسمك مش مكتوب، مش فاهم اسمك ايه، شكله حساب معمول كده. تمام. انا بشكرك من كل قلبي، وانا ما اقدرش اتاخر عليك في اي حاجه، واوعدك ان الفيديو اللي هينزل على طول بعد الفيديو اللي انت بتشوفه دوت هو اللي هيبقى التدريبات اللي انت عاوزها. واتمنى من اي حد عاوز يشوف اللي هو التدريبات والكلام من ده يستنى الفيديو الجاي. والطريقه صحيحه 100% وكده، وديت من كابتن جيم انا كنت بلعب معاه، والطريقه ظابطه معايا جامد وظابطه الدنيا معايا وموضحه السكس باكس جامد. تمام. انت انتظر مني الفيديو دوت، لو انت بتتفرج على الفيديو ده انتظر الفيديو بتاعك بعد الفيديو دوت ان شاء الله على طول. يعني انا هعمله لك دلوقتي وبرضك اقسم بالله الجو تلج، وهعمله لك دلوقتي لان انا ما اقدرش اتاخر عليكم في حاجه طالما انا قاعد دلوقتي. الساعه دلوقتي يا جماعه الساعه الساعه 1 بالليل. تمام. والجو تلج وانتوا عارفين ان احنا في الشتاء فموت الموت. تمام. وانا مش هتاخر عليكم في اي حاجه. اي حد عاوز يكتب تعليق، اي حد عاوز نعمل له اي حاجه ينزل يكتبها تحت في التعليقات، وانا برد على كل الناس. يا اما تنزل دلوقتي تعمل له متابعه على الانستا، وانا برضك برد على كل الناس لان الحساب القديم اتقفل لوحده خالص، ومش عارف الباسوردات بتاعته اتلخبطت وكده فاتقفل خالص. تمام. اللي هينزلوا اعملوا دلوقتي فولو على الانستا الفوكس 3 وحيد، الفوكس بدر 3 وحيد هو عليه كل حاجة، وبرد على كل الناس هناك برضك. وهناك هتلاقي برضك
متابعين الشرقاوية كلهم، بكر وطارق ومانو وكل الرجالة ديت متابعين على الانستا بتاعي. تمام. فنستنى الفيديو بتاعك يا كبير، وانا مش هقدر اتاخر عليكم في اي حاجه، وانتوا عرفتوا ايه اللي هيدور في الاحداث الجايه كلها وايه اللي هيدور في الدجال. تمام. انا بقى اعرفكم النقطه اللي احنا هنعملها في الدجال دوت. المفروض اللي في ناس يعني قالت لي فكره على الانستا، اللي انا اجيب بالشيخ اللي احنا كنا قتلنا بيه الساحره ويعمل لنا ليه حل دوت اللي هيحصل الفتره الجايه. فانتظروا منه كل جديد واستنوا الفيديوهات الجايه كلها. فيلا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.